أهلا بيكم في يوم جديد من أيامنا اللي بنحاول فيها نكون نسخة أفضل. عارفين إيه اللي بيحرق أعصابنا في يومنا؟ هو التفسير، إننا بنفسر كل حاجة بتحصل معانا بأسوأ نية ممكنة. لو حد مردش على مكالمتنا يبقى بيتكبر علينا، ولو حد قابلنا ووشه متغير شوية يبقى أكيد شايل مننا. احنا النهاردة جايين نتعلم ازاي نريح عقلنا قبل قلبنا، جايين نتعلم من مدرسة إحسان الظن ونطبق القاعدة الذهبية: التمس لأخيك عذرا. ربنا سبحانه وتعالى حطلنا قانون وقائي بيحمينا من وجع الدماغ، فقال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تخيل ربنا وصف الظن السيء بأنه إثم. ليه؟ لأنك لما بتظن سوء بحد انت بتهدم جدار الثقة، وبتظلم شخص ممكن يكون فعلا عنده ظروف انت ما تعرفهاش. مدرسة إحسان الظن بتقولك وفر مجهودك في التفكير وداعي الخلق للخالق. وعشان نعرف ان الموضوع ده كان منهج حياة عند الصحابة، خلونا نسمع حكاية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الملهم اللي كان بيوزن الأمور بميزان الذهب. سيدنا عمر قال جملة المفروض نكتبها كلنا في بيوتنا وفي قلوبنا كمان. قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني لو في كلمة تحتمل بس 1% خير و99% شر. سيدنا عمر بن الخطاب قال جملة المفروض نكتبها في قلوبنا. سيدنا عمر بن الخطاب قال جملة المفروض نكتبها كلنا في بيوتنا وفي قلوبنا. قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني لو في كلمة بس تحتمل 1% خير و99% شر، امسك في 1%. يعني لو في كلمة تحتمل 1% خير و99% شر، امسك في 1% وصدقه. وعندنا كمان التابعي الجليل محمد بن سيرين كان بيقول: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. شوف الرقي، يعني حتى لو مش لاقي مبرر. شوف الرقي، يعني حتى لو مش لاقي مبرر قول لنفسك أكيد في حاجة أنا مش عارفها، وريح دماغك. إحسان الظن مش سذاجة. إحسان الظن مش سذاجة، ده ذكاء نفسي. إحسان الظن مش سذاجة. إحسان الظن مش إحسان الظن مش سذاجة. إحسان الظن مش سذاجة. إحسان الظن مش سذاجة، ده ذكاء نفسي. لأنك لما بتلتمس العذر لغيرك. إحسان الظن مش سذاجة، ده ذكاء نفسي. إحسان الظن مش سذاجة، ده ذكاء نفسي. لأنك لما بتلتمس العذر لغيرك انت بتدفع عن نفسك نار الغضب والحيرة. جرب كده النهاردة تعامل الناس بقلب أبيض. لو حد خذلك التمس له عذر، ولو حد جرحك بكلمة قول لعل قلبه كان مليان وجع وما قصدش. ريحوا قلوبكم بإحسان الظن، هتلاقي الدنيا بقى لونها أجمل بكتير قوي. يومكم كله راحة بال. ألقاكم في الحلقة القادمة.